النادي الاهلي ناوي يعمل صفقات هتولع الدنيا في شهر واحد اللي جاي. هيجي اخويا الزملكاوي يقول لي وانتوا ناقصين صفقات؟ دي انتوا مولعينها، ده انتوا جايبين كل اللعيبه وجايبين الفريق المليون جنيه. اقول لك يا باشا، احنا ورانا ليله كبيره غيرك انت. احنا عندنا عايزين نكسب دوري وكاس وسوبر وافريقيا ونجهز لكاس العالم. احنا ليلتنا غيرك، فمحتاجين صفقات. ايه هي الصفقات اللي هنجيبها شهر واحد؟ ما دام هنجيب صفقات يبقى في ناس هتمشي، في لعيبه هتمشي. مين هي اللعيبه اللي هتمشي شهر واحد اللي جاي؟ وكمان غير كده، وبالنسبه للزمالك، خطة الزمالك للهروب من الأزمة الموجودة حاليا أخبار هتهم كل أهلاوي وكل زملكاوي. عشان كده بقول لك خليك معانا، دي الدنيا ولعانة. وقبل ما أبدأ عايزك تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الإشعارات. يا جماعة كل اللي بيتفرج عليا مش عامل فولو، أنا مش فاهم ليه يعني. فيلا بينا نبدأ، وهتاخد حلقة فل الفل. يلا بينا. اول حاجه معانا صفقات النادي الاهلي. بدل انت قلت لي صفقات، طب انت عايز تجيب صفقات فين؟ ما انت عندك الدنيا متدشمله ومترسه. اقول لك ايوه الكلام ده صح، بس مش في كل المراكز. في 3 مراكز هيشتغلوا عليهم شهر واحد اللي جاي. ايه هم المراكز دول؟ عجبني السؤال، يلا بينا اقول لك. بالنسبه لحراسه المرمى مفيش اي مشكله. المشكله كلها عندك في مركزين، في الدفاع وفي الهجوم. هتقول لي ايه الكلام ده؟ يعني ايه في الدفاع وفي الهجوم؟ هقول لك استنى عليا. يعني عندك اول لاعب هيكون النادي الاهلي محتاج يجيبه هتبقى في قلب الدفاع. محتاجين قلب دفاع سوبر 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 سوبر. هتقول لي زي مين يعني؟ اقول لك النادي الاهلي بدأ، او مش بدأ، هو تفاوض اوريدي وبيتكلم على رجوع محمد عبد المنعم، نجم النادي الاهلي ونجم نيس حاليا. ايه الكلام؟ الراجل بعد الصليبي مريح وصعب يرجع لمستواه وصعب يبقى اساسي في النادي، لان هو يعتبر ما قدمش اوراق اعتماده في النادي. فالنادي الاهلي بيتكلمه بيقول له ما تيجي تعالى بيتك تنور تانس، وهيستفيد منه جدا. طبعا كلنا فاكرين محمد عبد المنعم كان بيعمل معانا ايه، مهاجم ومدافع وكل حاجة. بصراحة كان لاعب مميز. نيجي للمكان اللي بعد كده اللي هنحتاج فيه، اكيد كلنا عارفينه، هو باك شمال. بعد ذهاب علي معلول خلاص الدنيا دي عندك انا مش فاتحها سداح مداح، بايظه خالص. طب ايه يعني؟ اقول لك فعلا محتاجين حد فيها، لان صعب نلعب باللي موجودين حاليا. وعندك كوكا مش مركزه اساسا وبيغطي وبيعمل اللي عليه كتر خيره. لكن الصفقات هتبقى اكيد بنسبه 90% لازم هيبقى فيها باك شمال. طب فين المركز اللي بعد كده؟ انت قلت لي هجوم. هجوم اللي احنا عندنا الهجوم 100 100 كله 100 100 ما عدا راس الحربة. راس الحربة فيه مشكلة. محمد شريف لا يصلح يبقى المهاجم الاساسي للنادي الاهلي، ما قدمش حاجة. طب عندك مين يا معلم الصفقات النارية اللي انت قلت لي عليها؟ ها، اسد الحملاوي. مظبوط، اسد الحملاوي لسه متاح في السكه. بس النادي الاهلي بدا يكلم فيستون مايلي. مش هنقول بقى فيستون مايلي، هنقول محمود مايلي بعد ما ربنا بارك له ودخل الاسلام فبقى اسمه محمود مايلي. النادي الاهلي قال لك لا، انا هكلم محمود مايلي الاول واشوف اجس نبضه. في حاله ان انا عرفت اخطفه من نادي بيراميدز، وقتها مش عايز اسد الحملاوي، بالعكس ده هيعوض مكانه اسامه ابو علي. لكن في حاله اللي انا ما عرفتش اخطفه من بيراميدز، لان هو في رقم كبير جدا متقدم له من نادي بيراميدز، ساعتها هركز مع اسد الحملاوي وان شاء الله هيكون معانا في شهر واحد اللي جاي. الا لو جراديشار اثبت نفسه بطريقه خرافيه خلال الشهرين دول، ودوت اللي هنشوفه مع بعض. كده خلصنا الصفقات، الاماكن اللي محتاجينها في النادي الاهلي. مين بقى اللي هيمشي يا معلم؟ عندك 5 هيمشوا من النادي الاهلي بنسبة 90%. هتقول لي 5 مرة واحدة؟ اقول لك 5 مرة واحدة هيمشوا شهر واحد اللي جاي. طبعا وبلا شك اول واحد اشرف داري. داري على قلبي يا معلم، لان انا بص خايف احسده اتكلم عليه يتصاب. انا خايف اتكلم عليه اجيب اسمه ويتصاب. اشرف اصابات، ما قدمش اي حاجة لا يليق بمستوى الاهلي. مقلب 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 بكل ما تحمله الكلمة. طيب في مين بعد كده؟ عندك بعد كده يا معلم العش مدافع لا يليق بمستوى النادي الاهلي وما قدمش اي حاجة، وحرفيا
يعني حتى ما يلاقيش اللي هو يبقى احتياطي في النادي الاهلي. طيب بعد العش عندك مين؟ عندك عمر كمال. لا مش عمر كمال بتاع بيت الجيران، عمر كمال اللي عندنا ابن الجيران بقى، اللي كان قبل ما يجي الاهلي كان بيطلع نار من بقه، جه الاهلي بطه بلدي لا يصلح، لا يصلح لاي حاجه بقى، سيء سيء سيء. تمام. في مين بعد كده؟ اليو جانج. ايه اليو جانج ده لاعب جامد، بتقول كده ليه؟ مش بقول كده علشان هو وحش، بقول كده لان هو عايز يمشي. هو لغايه دلوقتي ما جددش عقده اللي قرب ينتهي، عايز يمشي فري. تمام. وفي نفس الوقت نادي بيراميدز مقدم له عرض خرافي وعايز يخطفه مننا، فممكن يمشي عشان نفضي مكان حد محترف يعني. واخر واحد معانا هو طاهر محمد طاهر بنسبه 90%. طاهر محمد طاهر مع عقلية المدرب الجديد مش هيقتنع بيه، لأنه راجل بيحب يلعب الكرة الواضحة الصريحة الهجومية اللي هدفها الأول والأساسي تسجيل الأجوان، مش ألف وأكسر وأعمل كده وأعمل كده، لا الكلام ده مش هياكل معاه. فطاهر محمد طاهر بنسبة 90% مش هيبقى موجود. هم دول الخمسة: أشرف داري، العش، عمر كمال، إليو جانج، طاهر محمد طاهر. قبل ما تنتقدني هنشوف الكلام دوت شهر واحد الجاي، شهر واحد مش بعيد. ما دام وصلت لهنا عايزك تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نخش على الجزء المتعلق بنادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. بس قبل ما اقول لك المعلومه ديت، عايز اقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ بنسبه 90% هيبقى هو المسؤول الاول والاخير عن فريق كرة القدم في النادي الاهلي ان شاء الله. الخطيب بعد ما هيفوز هو اللي هيوكله المهمه ديت، وهيسيب له المهمه ديت بشكل اساسي. كابتن سيد عبد الحفيظ هياخد الاهلي في حته تانية، واسمع مني وما تراجعش ورايا. اخبار الزمالك، عندنا شويه اخبار حلوه على الزمالك هتبسط الزملكاويه والاهلاويه اللي بيحبوا الكره الشريفه اللي عايزين نادي الزمالك ما يقعش. ايه الاخبار يا معلم؟ نادي الزمالك دفع جزء من مستحقات اللعيبه، اهمهم طبعا للعيبه المحترفين، دفع لهم جزء من فلوس ومجهز خطه اللي هو يخرج بيها من الازمه ديت في حاله ان ما رجعتش الارض. بس هو معتمد ان شاء الله الارض ترجع ساعتها هيحل كل الازمات. بس حتى الان نادي الزمالك قرر يمشي بمبدأ التقشف. يعني ايه يا معلم التقشف؟ هيمسك نفسه على الاخر. يعني مثلا بدل ما بيأجر ملعب بيتدرب فيه، لا هيتدرب في النادي. بدل ما كل اللعيبه اللي ملهاش لازمه موجوده، لا هنبدا نشوف مين مش محتاجينه وهنمشيه. بدل ما في لعيبه طب عندنا ممكن نستغنى عنها نستغنى عنها. الله الله الله، هيستغنى عن مين؟ ده جاي اقوله لك. اولا هيستغنى عن نجمه، يعتبر انا بقول لك نجمه لان هو لاعب مميز، بنتاي لاعب الزمالك. طب ليه هيمشيه؟ جاي له عرض ب 4 مليون دولار، رقم كبير جدا في نادي سعودي، فعايز يمشيه وياخد الفلوس دي تحل له الازمه. ده مبلغ برضه يا جماعه يحل ازمه كبيره في نادي الزمالك. وفي نفس الوقت عنده فتوح لو استرجل هيبقى من احسن اللعيبه اللي ممكن تشوفها في المركز دوت. وفي نفس الوقت مش هو دوت اللي ناويين يمشوه بس، لا لا ما كمان لا كمان عايزين يمشوا عواد حارس المرمى اللي بقى رقم 2 أو 3 في الفريق وبياخد مرتب عالي جدا. في يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، في ثغره في المرتبات في نادي الزمالك. يعني هقول لك معلومه هتصدمك، انت تعرف الاخوان الفينا بياخد مرتب اقل من دونجا؟ ازاي حد زملكاوي يقنعني ازاي ده بيحصل؟ ازاي ده بياخد اكتر من ده؟ يعني حاجه صعبه. فهيمشوا عواد عشان برضه مرتبه كبير جدا، وفي نفس الوقت يستفيدوا من الفلوس اللي هيوفروها بالمرتب ومن الفلوس اللي هتيجوا هيحل بيها ازمه. نادي الزمالك حاليا محتاج لكل قرش حرفيا. والحاجه الاخيره، نادي الزمالك مركز على بطوله كاس السوبر المصري، عشان اللي يكسب هياخد مبلغ. فهم مركزين عايزين يكسبوا البطوله ديت، يبقى بطوله طلعوا ببطوله اسمهم كسبنا بطوله، وفي نفس الوقت جبنا مبلغ يعوض الازمه اللي عندنا في النادي. ما دام وصلت لهنا يبقى لازم تعمل فولو لايك وسبسكرايب وتشغل زر الاشعارات، واكتب لي في الكومنتات انت شايف نادي الزمالك هيعمل ايه الموسم ده. وبس كده.